ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في مشهد يجسد مسيرة المغرب المتواصلة نحو التحديث والتطور العمراني، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين وبأمر من الملك محمد السادس على تدشين برج محمد السادس بالضفة اليمنى لنهر أبي رقراق، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية للمملكة كقوة صاعدة في مجال التنمية الحضرية والمعمارية. ويعد هذا البرج معلمة معمارية استثنائية ورمزا جديدا للحداثة المغربية، حيث يمثل واجهة حضارية بارزة تعكس الإشعاع المتزايد للمدينتين التوأم الرباط وسلا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال هذه المناسبة الرسمية قام ولي العهد بزيارة مختلف مرافق البرج، حيث اطلع على البهو الرئيسي للصرح وتابع عروضا مفصلة حول مختلف مكوناته، بما في ذلك المواد التقليدية المغربية التي تم اعتمادها في البناء في تجسيد فريد للتوازن بين الأصالة المغربية والحداثة المعمارية. كما شملت الزيارة الفضاءات المخصصة لاحتضان الندوات والمؤتمرات، إلى جانب المكتبة والمرافق المتعددة التي تجعل من البرج فضاء متكاملا متعدد الوظائف يعكس رؤية المغرب المستقبلية في مجال التعمير والتخطيط الحضري. ويشكل برج محمد السادس أحد أكبر المشاريع المعمارية الحديثة في المملكة، ومن المرتقب أن يتحول إلى رمز حضاري وسياحي جديد يعزز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد طموحه في بناء مدن ذكية وعصرية تستجيب لمتطلبات المستقبل. ويرى متابعون أن تدشين هذا الصرح الضخم ليس مجرد افتتاح لبناية شاهقة، بل هو رسالة واضحة بأن المغرب يواصل تثبيت مكانته ضمن الدول الرائدة في التنمية العمرانية والبنية التحتية الحديثة.